هنبدأ بقى نتكلم عن الكاميرا. تمام، احنا اتكلمنا عن شوية ترانزيشنز والانواع الترانزيشنز اللي موجودة، فهنشوف ازاي هنطبق ده على البرنامج عندنا. هنبدأ نعمل احنا نفتح كومبوزيشن 1920 1080 فريم ريت. تمام، هدوس اوكي. ممكن اقفل ده دلوقتي واقفل ده كمان، مش عايزه. طيب، هاجي هنا هعمل مربع، هشغل بس التايتل اكشن سيف. هاجي هنا هعمل مربع كده. تمام، هتأكد بس ان هو مظبوط كده. ماشي، هاخد هو ده دوبليكيت، هعمل كده هنا كده. تمام، هاجي هنا دلوقتي عند 1 فيو دي، بدل ما هي 1 فيو هخليها 2 فيو هوريزونتال. حاليا في الوقت الحالي احنا شغالين فيه الاتنين زي بعض بالظبط، مفيش اي اختلاف بينهم. لكن لو جيت انا دلوقتي عملت سيلكت على كل اللايرز دي وحولتهم 3D، تمام، ده كده معناه ان انا بقول له انا عايز اللايرز دي 3D. تمام، ايه اللي حصل هنا؟ هنا هو اعتبر الكاميرا التانية دي انها توب كاميرا، كانها كاميرا باصه من فوق كده، فهي شايفه دلوقتي اللايرز كلها من فوق. فهم عشان 2 دي لايرز اكشولي هو مش 3 دي، هو 2 دي بس بيتعامل كانه 3 دي، فشايفهم من فوق كانهم ورقه. فاحنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا لما حولنا اللايرز دي ل 3 دي، شكل البيفوت اهو هنا اتغير، بقى عندي يعني اللاير ده لو انا لغيت ال 3 دي دلوقتي منه كان شكله كده. لما انا حولته ل 3 دي بقى عندي زي بيفوت في النص كده. ده معناه ايه؟ ده كده الاكس اكسس، ده الواي الاخضر، الاكس لونه احمر، الواي لونه اخضر، والزد لونه ازرق. بقى عندي الثري اكسس بتوعي عاملين كده. تمام، فانا لو جيت مثلا عند الروتيشن هلاقي ان انا بقى عندي اكس روتيشن وواي روتيشن وزد روتيشن. لو جيت على البوزيشن هلاقي ان انا بقى عندي اكس وواي وبقى في كمان زد اللي هو ده. لو جيت هنا كده هلاقي ان هو بيتحرك قدام وورا بالنسبه للكاميرا الوهميه الموجوده، احنا لسه ما حطيناش كاميرا. تمام، فانا هاجي دلوقتي انا عايز ده يروتيت. تمام، عايز اعمل بوكس، فانا دلوقتي رحت جاي زي ده كده كانه بوكس مفرود، فانا هبدا ان انا اطبقه. فهقوم جاي هنا وهجيب موشن 2 عشان ابدا ان انا اشتغل على الروتيشن اكسس ده. هخليه يروتيت حوالين الاكسس ده، وهنا هيروتيت تحت، هنا هيروتيت فوق. ممكن اسيف. ده هيروتيت من الشمال هنا كده، وده هخليه في النص. فلو جيت هنا دلوقتي لو انا عايز يروتيت حوالين الواي، لو جيت هنا عملت ده 90. تمام، ايه اللي حصل اهو قبل وبعد؟ ده لما كان كده ده قبل، لما عملت الروتيشن بقى ايه؟ بقى عندي ضلع اهو في المربع، وده ضلع ايه تاني في البوكس، بقى هيبقى بوكس مش هيبقى مربع، وده الضلع التاني. لو جيت انا هنا عملت روتيشن 90 كده، فلو هعمل الروتيشن هنا هيبقى ايه؟ هيبقى نيجاتيف 90. تمام، هنا هاجي هنا الروتيشن هنا هيبقى على الاكس حوالين الاكس اكسس. لو جيت عملت كده العكس، سوري، هيبقى نيجاتيف 90، واللي تحت ده هيبقى عكسه فهيبقى 90 بالظبط. تمام، هاجي هنا دلوقتي على ده كده. دلوقتي انا محتاج، لو انا جيت دلوقتي هنا هاخد ده اللي هو الوش كنترول دي، وهبدا ان انا اخد النسخه بتاعته وارجعها ورا كده عشان اعمل الظهر. انا هنا بتحرك اهو في الزد، هعمل زوم ان بس علشان ابقى شايف كويس. تمام،
دلوقتي انا عشان اعرف اتحكم في الاوبجكت ده كده عندي كذا حل، اما ان انا احطهم كلهم في بري كومبوزيشن او ان انا اربطهم بنل عشان اعرف اتحكم فيهم كلهم. لان انا لو مسكت كل دول دلوقتي وجيت ان انا اعمل روتيشن دلوقتي ليهم على مثلا الزد، كل واحد هيروتيت حوالين الاكسس بتاعه هو. انا لا، انا عايزهم يتعاملوا كانهم ايه، كانهم اوبجكت واحد. فهاجي هنا هدوس نيو نل، همسك كل اللايرز ما عدا النل واعمل بيرنت للنل. النل ده لازم يكون 3 دي برضو. ممكن قبل البيرنت ممكن اجي هنا اخلي ده 3 دي واخلي السنتر بتاعه كده واخلي مش هينفع اعمل الاينمنت بعد ما يكون 3 دي، فهعمل الاينمنت الاول بعد كده هخليه 3 دي وبعد كده اعمل البيرنتنج بتاعي. دلوقتي لو جيت دلوقتي اهو بالنال اوبجكت ده جيت عملت روتيشن هلاقي ايه، ان هو بيقرا. لو جيت بس مسكت دول غيرت لونهم شويه فغمقت اللون ده كده ومسكت ده غمقت لونه سنه زياده وجيت عملت كده تمام. لو جيت دلوقتي عمال خليت دول زيرو تاني رجعت للنقطة اللي احنا بدأنا منها. تمام. لو جيت دلوقتي عملت روتيشن اهو هيبدأ ان هو ايه، يتعامل معاهم كلهم كأنه بقى اوبجكت واحد. ده ممكن يتم بقى في حاجات كتير. ده لو جينا مثلا شفنا امثلة ليه مثلا، فمثلا لو جينا هنا مثلا في الاعلان ده كان بتاع تريد لاين، تمام. الموبايل ده كده معمول بنفس الكونسبت. هو ده عبارة عن لاير في الوش، بعد كده لايرز كتير 3 دي في الزد ولاير تاني في الظهر. فلو جينا مثلا على الموبايل ده معمول بنفس الكونسبت، هو مش 3 دي، هو لايرز تمام ومربوطين بنل، وبعد كده النل هو اللي بيحرك اللايرز دي كلها. انا كل ده كده انا شغال من غير كاميرا. طيب لو انا عايز بقى اتحكم في كل دول بكاميرا، ساعتها انا ممكن امسح ده خالص الاول. قبل ما امسحه بس هرجع كل حاجه زي ما كانت 0 0 0. تمام. انا هنا كنت بتحكم في الاوبجكت نفسه. طب لو انا عايز احرك كاميرا، يعني عندي مشهد وعايز ده مثلا مبنى او whatever ده حاجه، وعايز الكاميرا لما تتحرك تشوفه كانه 3 دي بس هو نفسه ثابت، ساعتها انا هعمل ايه؟ هجيب بقى هنا نيو وهعمل نيو كاميرا. تمام. عندي كذا بريست ممكن اشتغل بيها. خلينا نتكلم على 3 اساسيين، هما ال 15 مللي 35 مللي وال 80 مللي. ال 15 مللي هي وايد، هي كاميرا اللانس بتاعتها وايد جدا، فهتجيب لي داتا كتير قوي وحركتها اي تحرك فيها بيبقى واضح. ال 80 تبقى زومد ان قوي، وال 35 هي النورمال، دي 90% من الشغل بنشتغل عليها ال 35. تمام. طيب فانا هشتغل على 35، انا مش هغير اي حاجه في الحاجات دي غير بس ان انا ممكن لو انا عايز اعمل فوكس، تمام، فلو عايز حاجات قدام وورا في الفوكس هعمل enable depth of field. لو مش عايز بعمل كانسل، مش بختارها، انا حاليا مش محتاجها. بعد كده عندي اليونتس بتاكد انها بالملي، بعد كده بدوس اوكي. بقى دلوقتي عندي ايه؟ بقى عندي كاميرا، يعني قبل وبعد. قبل ما كنا نعمل كاميرا كان التوب كده، دلوقتي بقى عندي الكاميرا اهي، وده الفيلد اوف فيو بتاعها، المدار اللي هي شايفه في بيه الحاجه بتاعتي او اللايرز بتاعتي. طيب عشان نتحكم في الكاميرا ما ينفعش ان انا اتحكم في الكاميرا كده لوحدها، لان التحكم في الكاميرا كده صعب جدا. لازم يكون في حاجه ماسكه الكاميرا دي زي ترايبود او حاجه في الحقيقه، بس احنا ما عندناش ترايبود هنا. فهنعمل ايه؟ هنعمل نل. النل ده هيبقى 3 دي. قبل ما اخليه 3 دي هعمل الاينمنت الاول، هخليه 3 دي تمام، وهخلي الكاميرا تمشي ورا النل ده، يبقى هو بيرنت للكاميرا. هدوس انتر وهسميه cam_control
تمام. يبقى ده الكنترولر بتاع الكاميرا بتاعتي. لو انا جيت دلوقتي جيت حركت ده كده اهو بقى ايه، انا دلوقتي مش بتحكم في الاوبجكت، الاوبجكت ثابت، الكاميرا هي اللي بتتحرك. تمام. فدي كده البيزكس بتاعت البروبرتيز بتاعت الكاميرا، وازاي انا بخلي السين بتاعي او اي حاجه معينه او اوبجكت معين يكون 3 دي. تمام. لو اي حاجه مش معمول لها 3 دي، لو انا في واحد من دول كده مش معمول له 3 دي، الكاميرا مش هتشوف، يعني الكاميرا هنا مش هتشوفه، هيبقى بالنسبه هو هيبان كده. لو انا جيت دلوقتي حركت الكاميرا، لو جيت كاميرا كنترول وعملت روتيشن